السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ديفيرسيتي أمير. الا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا القناه ما تنساوش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناه. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم حلوى كلاصي بجميع الخطوات بلا ما تحتاجوا انكم تشريوها من المحلات وتصرفوا فلوس كثيره على شي حاجه اللي تقدروا تحضروها في البيت وبكل سهولة، ومقادير اللي موجودة وفي المتناول. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. غادي نحتاج لتحضير الطبقة الأولى اللي هي طبقة الجينواز: ربع كأس من الكاكاو المر، كأس من الدقيق الأبيض، كأس سكر سنيدة، 4 غرام من الخميرة الكيماوية وممكن استغناء عليها، 5 بيضات بحرارة المطبخ، وساشي ديال الفاني. غادي ناخدو واحد الاناء وغادي نوضعو فيه 5 ديال البيضات مع ساشيت الفاني ومع قبيصه ديال الملح ومع الكاس ديال السكر سنيده، وغادي نطربوهم بالطراب الكهربائي حتى غادي نحصلوا على كريمه اللي غادي يكون اللون ديالها ابيض. من بعد ما حصلنا على كريمه بهذا الشكل غادي ناخدو الدقيق الابيض اللي غادي نقسموه على مراحل هو الكاكاو وغادي نغربلوهم، وغادي نبداو كنحركو بالسباتيل من الاسفل للاعلى بحركات دائريه وغير بالمهل كما سبق وقلت لكم في فيديوهات سابقه. بالنسبه للجينواز ممكن انكم تحضروا اي جينواز اللي كتنجح معاكم. بهذه الطريقه انا حاولت انني ما نسرش لكم الفيديو باش تشوفوا معايا مزيان الطريقه كيفاش نخدموا الجينواز وتجينا ناجحه 100%. غنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا الدقيق والكاكاو، وفي الاخير غادي نضيفوا 4 غرام ديال الخماره. وغادي نستمروا بنفس الكيفيه حتى غادي نكملوا الكميه ديال الدقيق والكاكاو اللي عندنا، وغادي نوضعوا عفوا الصينيه ديال الفرن على حساب الاطار اللي بغينا. انا درت هنايا في الصينيه صغيره اللي دايراها خاصه غير بالجينواز لانه تحذف ليا المقطع، سمحوا لي ما غاديش تشوفوا كيفاش حطيت
كيفاش حطيت الجينواز ديالي اولا الخليط ديال الجينواز في صفيحة الفرن، لكن راه خاص يكون القوام ديال الجينواز ثقيل كما تشوفوا معايا، وغادي تسرحوه بالسباتيل حتى غادي تقادوا الوجه ديال الجينواز، وغادي تدخلوه للفرن اللي غادي يكون مسخن على درجة حرارة 180 160 غير من الاسفل، واحد ربع ساعة، وتشعلوا ليه واحد من الفوق غير تقريبا 2 حتى 3 دقائق. نحاولوا اننا نخليو العجين ديالنا اولا الجينواز ديالنا تبقى رطبه، ما كنحمروهاش بزاف نهائيا. هنا من بعد ما وجدت لي الجينواز كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاطار ممكن انكم تستعملوا اطار مربع، اطار دائري اولا اطار اللي الشكل ديالو على شكل قلب. انا غادي نستخدم اطار ديال القلب، اكبر قياس في اطار ديال القلب غادي يجيني هو هذاك. وبالنسبه للجوانب كما سبق وقلت لكم ما كنرميوهمش، كنعطيهم للوليدات الصغار اولا كنديرهم في شي تحليه اولا كنستعملوهم في شي حاجه اخرى. غادي نستعين بواحد الموس اللي غادي يكون حاد باش غادي نقطع هذوك الجوانب وغادي نفينيهم. غادي ندوز باش نسقي لا جينواز ديالي. خديت الكاس ديال الماء مع نصف كاس من سكر سنيده ومع ساشي ديال القهوه السريعه الذوبان. هنا الجينواز عندي بارده، غادي ندير السيرو ديالي اللي غادي يكون سخون وغادي نسقي الجينواز ديالي كما تشوفوا معايا. ما كنسقيوهاش بزاف لان اصلا الجينواز عندي ديجا رطبه ومفشفشه. ندوز باش غادي نوجد الطبقه المقرمشه اللي كتحتاج ل 200 غرام ديال الفيتين، 200 غرام ديال البخاليني و100 غرام ديال الشوكولاته بالحليب شوكولا اولي. كنت في الاول غادي ندير غير 100 غرام 100 غرام و 50 غرام من الشوكولات، ولكن بما انني درت القالب على الحد ديالو فغادي نحتاج كميه اكبر. داكشي علاش غادي يبان لكم انني ضفت البخاليني والفيتين. كما قلت لكم 200 غرام من الفيتين، 200 غرام من البخاليني و100 غرام شوكولا اولي. بالنسبه للفيتين الا خديتوه لقيتوه عفوا بارد كما لقيته انا، غادي تاخذوا الفران غادي تسخنوه وغادي تطفيو عليه وغادي تدخلوا الفيتين ديالكم وراه غادي يرجع مقرمش كما الاول. ما تخليوهش نهائيا الا لقيتوه بارد، تخليوه كما هكاك راه ما غاديش تجيكم طبقه مقرمشه. ودائما الكميه ديال الشوكولاته كتكون نصف الكميه ديال الفيتين وديال البخاليني باش ما كتجيناش هذيك الطبقه المقرمشه قاصحه وحنايا كنقطعوا في الحلوى كلاصي ديالنا. وغادي ناخذوا الطبقه المقرمشه ديالنا وغادي نبداو كنسرحوها على الوجه ديال الجينواز ونبسطوها مزيان باش كتاخذ لنا الوجه كامل ديال القلب. كما تشوفوا كنضغطوا عليها بهاد المعلقه باش الطبقه كتجي مسطحه والوجه ديالها مستوي. غادي نحتاجو لتحضير طبقه الكريمه 4 ديال القطع ديال الجيلاتين مع القليل من الماء البارد، 2 ديال لي ساشي ديال القهوه السريعه الذوبان، ما يعادل 50 غرام ديال السكر سنيده، تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار، ساشي ديال الفاني، نصف لتر من الكريمه السائله، 2 ديال صفارة البيض و250 مليلتر ديال الحليب. غادي ناخذ 4 قطع ديال الجيلاتين وغادي نضغطوا عليهم مزيان في الماء البارد حتى غادي يتلبس بهم هذاك الماء باش يرطبوا مزيان. غادي ناخذ كاسرونه وغادي ناخذ
الكأس ديال العبار اللي كنعبرو به القياسات، نعبرو فيه 250 مليلتر ديال الحليب. غادي ناخدو 2 الصفات ديال البيض، غادي نضيف ليهم ساشيت الفاني مع السنيده، وغادي نطربوهم حتى يندمجوا مع بعضهم، وغادي نضيفوهم على الحليب، وغادي نوضعوهم من فوق من النار اللي غادي تكون بطبيعه الحال مهيله، وحنا كنحركو باستمرار لاننا هاد الكريمه نبغيكم انكم تنتبهوا معايا مزيان. باغي نحصلوا على كريمه اللي تكون متجانسه، ما باغينش حنا نفصلوا الحليب على البيض، لا غادي اكيد انكم غادي تسائلوا كيفاش غادي نعرفوا ان الكريمه ديالنا وجدات. من بعد ما غادي تدوز واحد المده وحنا كنوجدوا في الكريمه، غادي ناخذوا واحد الملعقه خشبيه، غادي نخشيوها في الكريمه ونخرجوها، وغادي نديروا الاصبع ديالنا غندوزوه من الوسط ديال الملعقه. الا تجمعت لنا الكريمه هذا دليل على انها مازال ما وجدات، الا ما تجمعاتش فالكريمه ديالنا كتكون واجده. غادي ناخذ واحد 50 غرام ديال الشوكولا اولا اللي نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير ديال الكريمه، وغادي نضيفوها للكريمه ديالنا مع القهوه سريعه الذوبان. وفي الاخير غادي نضيفو الجيلاتين، وغادي نحركو مزيان حتى غادي نتاكدوا ان الجيلاتين داب لينا مع الشوكولاته والكريمه. غادي ناخذ واحد الصفايه، وهذه خطوه مهمه بزاف، وغادي نصفيو الكريمه ديالنا باش غادي نتاكدوا بلي ما بقات عندنا حتى شي حبيبه من الجيلاتين. بالنسبه للمونتاج ديال الكريمه السائله، فالوقت اللي كنت نوجد فيه الكريمه ديال البيض والحليب فانا مونطيت الكريمه السائله. بالنسبه للمونتاج ديال الكريمه السائله ما كنمونطيوهاش 100%، بحال اللي كنقولوا 50%، غير كتولي عندنا الكريمه ثقيله نوعا ما كنحبسوا المونتاج. غادي ناخذ كريمه الشوكولاته وغادي نبداو نضيفوها على الكريمه السائله اللي وجدنا من قبل، وغادي نحركو باستمرار حتى غادي يندمجوا مع بعضهم، وغادي نحصلوا على كريمه متجانسه. وغادي نوضعوا الكريمه ديالنا من فوق من الطبقه المقرمشه، وغادي نحاولوا اننا نقادوا الوجه ديال الكريمه باش تجينا الحلوى كلاصي ديالنا الوجه ديالها متساوي كما تشوفوا. نقادو بالسباتيل بهذه الطريقه، وغادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي، وغادي ندخلوها المجمد ليله كامله من الاحسن، واذا ما كانش عندكم الوقت 6 سوايع على الاقل.
من بعد ما كتعاود دوب لينا السنيده مع الماء كنضيفو كاس ديال الحليب وكنحركو، وفي الاخير كنضيفو المعلقه ديال النشا اللي مذوبه مع السنيده وكنحركو باستمرار حتى غادي نحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون ثقيله نوعا ما. من بعد ما وجدت لينا الكريمه كناخذوا الجيلاتين وكنشفوه مزيان من الماء وكنضيفوه على الكريمه وكنحركو مزيان حتى كيذوب لينا الجيلاتين في الكريمه. ومن الاحسن انكم تخليوه حتى يبرد ليكم او لا تبرد لكم الكريمه تضيفوها من فوق من الحلوه. صراحه الله انا ديما كنكون مزروبه عليها ما كنخليهاش حتى كتبرد، ما كتخليوش تبرد تماما لكن كتولي غير تقدروا انكم تحطوا فيها اصبعكم. وضروري بطبيعه الحال ما كنصفيو الكريمه لان الجيلاتين ضروري كتبقى شي قطع ديال الجيلاتين ما مذوباش. نستمروا اننا نحركوها حتى نبردوها بهذه الطريقه. ومن بعد ما كتبرد لينا الكريمه كنغطيو بها الوجائد ديال الحلوه ديالنا اللي خرجناها من المجمد. في اللحظه اللي غادي نديرو من فوق منها الكريمه خاصه كما كتعرفوا اننا في فصل الصيف دغيا كيبدا يذوب لينا الحلوه فنخليوها حتى لاخر لحظه وغادي نبداو كنغطيو الوجه ديال الحلوه كما تشوفوا معايا. انا هنايا مازال عندي شويه الكريمه سخونه، نتوما كما قلت لكم تخليوها حتى تقدروا انكم ديروا الاصبع ديالكم فيها وتهزوا هاد الكريمه هذه راه ماشي مشكل الا ما غطاش لكم الوجه كامل كتهزوا هذيك اللي كتكون عندكم اللي الفائض اللي طاح وكتعاودوا تغطيو به حتى كتوصلوا انكم تغطيو الحلوه كامله بالكريمه. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى لكم الاختيار كتزينوا كما بغيتوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه كلاصي اللي وجدت معكم اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم. فانا اختي كانت طلبت مني نوجدها ليها، كنتمنى انها تعجبها ان شاء الله وتعجبكم كذلك. وإلا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا القناه ما تنسوش الدعم ديال القناه بالاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، وكنتمنى اني نلقاكم دائما في احسن الاحوال. دمتم في رعاية الله.